السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا وحشتونا قوي، ومعلش بقى لو غبنا عليكم، ولكن زي ما انتوا عارفين اني كنت بحضر علشان حفلة عيد ميلاد جلوزار. حبيت كده اشارك معاكم الاجواء كلها، ويا رب الفيديو يكون ممتع وخفيف عليكم. زي ما شفت انا رحت السوبر ماركت، اشتريت كل حاجة انا محتاجاها علشان احضر الوصفات اللي هتكون على سفرتنا. ده كده قبل حفلتنا بيوم. وبعد ما خلصت بقى حاجتي في المطبخ، دخلت الصالة زي ما انتم شايفين بقى علشان نوضبها، والولاد كانوا بيساعدوني. هننضف بقى الصالة، هنكنس ونمسح ونشيل اللي ورا الجنب ونمسح الإزاز. يعني هننضف كده تنظيفة حلوة علشان بكرة إن شاء الله. جزار مقررة ان هي تساعدني. واو، اهم حاجة نفسي بس لما يكبروا يكون عندهم نفس الشغف والحماس، عشان حفلتها هي اللي هتحصل، فعشان كده هي ماشي اوكي اتفقنا عشان الحفلة بس يعني. ولما بقى اكتر حاجة ما بحبهاش ومش عارفة هعرف من بره ولا ايه، المهم هو كان جايب لي دي مخصوص عشان اعرف اتعامل فيها، يلا نجربها. خلصت بقى اللي ورايا في شغل البيت، نظفت ورتبت، وقلت بقى ادخل دلوقتي احضر الحاجات اللي نقدر نعملها قبلها بيوم. انا قررت المنيو هيكون ايه خلاص، ويعني انا يمكن في الفيديو مش هشارك معاكم وصفات، لان مفيش بصراحة ولا وصفة جديدة، كلها حاجات شاركتها معاكم قبل كده. ولكن زي ما قلت لكم انا حبيت اشارك معاكم الاجواء، وهسيب لكم برضو روابط الفيديوهات كاملة في صندوق الوصف اللي تقدروا تشوفوا الوصفات، يعني لو في وصفة منها حابين ان انتوا تطبقوها. انا هعمل كيكه، ولكن هعمل لها صوص شوكولاته زي ما انتم شايفين، لان التورته بتاعتنا كريمه وفاكهه، فقلت عشان لو حد بيحب الشوكولاته الكيكه دي حلوه قوي، طعمها حلو، ونقدر نعملها قبلها بيوم لان بنحطها في التلاجة. فكده انا عملت الكيكه دي. اول حاجه زينوها بقى بالطريقه اللي انتوا بتحبوها، فاكهه مكسرات. انا جبت بصراحه الكرات الشوكولاته الجاهزه دي، هي هحطها عليها دلوقتي وازينها بيها، واحطها في التلاجة وتبقى جاهزه عندي. اساسي بقى سفرتنا لازم هيكون عليها ورق العنب، وبصراحه كل سنه سمر هي اللي تيجي دايما تساعدني في ورق العنب. انا كنت جايبه ورق العنب اخضر لو تفتكروا طازه يعني، فبقيت اسلقه، وسمر هنا بتحضر بقى الخلطه على الطريقه السوريه. Bak nasıl? Bak Samar abla sana gösterecek. Hadi. Göster. Bu taraf aynı. Hadi yap. Evet. Tamam. Bırak. Bırak. Hı. Öyle rol şeklinde yap. Hadi. Evet doğru. Hadi rol yap. Evet hadi. Hadi. Bir daha. Oo, bravo. Oo. Aferin Gülizar. Bravo yavrum. Eminim. Gülizar عملت يعني داود ما يعملش، ما ينفعش. واو. أوه. oldu mu? ده بياكل. انت جاي تاكل ولا جاي تساعدني؟ tadı nasıl؟ Güzel. حاجة، بص مش شايفة الابتسامة؟ شوك يامي. شكرا.
ورق العنب كمان بقى جاهز، ولكن هسويه بكرة بقى ان شاء الله. برضو من الوصفات اللي قدرت اعملها قبلها بيوم هي المهلبية. حسيت ان كده هتكون حاجة مختلفة، بما ان في تورتة وكيكة قلت اعمل يعني وصفة تالتة تكون حلو. بس حسيت ان المهلبية هتكون سهلة في تحضيرها، هقدر اعملها قبلها بيوم ومناسبة للاجواء بما اننا بقينا في الصيف. بس علشان برضو يبقى شكلها كده حلو ومختلف على سفرتنا، قلت اعمل لها طبقة من الجيلي. وقطعت كده شرايح موز اللي كان متوفر عندي، يعني الموز والجيلي. بصراحة كان عندي في البيت المهلبية، مفيش أسهل من طريقتها في التحضير. أنا طعمت المهلبية بتاعتي كمان بالمستكة، فكده كمان دي وصفة عندي جاهزة نحطها في التلاجة، وبكرة نكمل مع بعض بقى باقي الوصفات. انا دلوقتي بقى هعمل وصفة المعجنات. انا عايزه اعمل وصفتين من المعجنات. في وصفة اللي هي دلوقتي هعملها معاكم دي اللي هي اسمها ساندويتش بوشة، يعني على ساندويتش بس شكله كده حلو. والوصفة التانية لسه محتارة، فمش عارفة. هنعمل اول وصفة احنا مستقرين عليها. مش عارفة انا شاركتها معاكم قبل كده ولا لا، ولكن هي وصفة سهلة جدا. انا حطيت كوباية من الحليب وكوباية من المية طبعا دافيين، ودي معلقة من الخميرة، واحط عليها برضو معلقة كبيرة من السكر. السكر جلوزار واقفة معايا. المهم جلوزار واقفة معايا في المطبخ ليه؟ علشان برضو في وصفة كده هعملها اللي هي كور البسكوت. فجلوزار قالت لي ماما انا عايزة اعملها معاكي، فواقفة معايا في المطبخ لحد ما اخلص الوصفة دي عشان نعملها مع بعض. المهم زي ما انتم شايفين هحط نص كوباية من الزيت. انا برضه هكون سايبه لكم المقادير في صندوق الوصف. وهحط معلقه كده من الملح، وهحط الدقيق بقى على حسب ما ياخد مني، بس مش اقل من 5 كوبايات، هيكون من 5 ل6 على حسب بقى نوع الدقيق. المهم هضيف الدقيق ونعجن كويس قوي ونسيبها تخمر، وبعد كده لما نيجي نشكلها نكون مع بعض. دلوقتي معانا فقرة الشيف جلوزار سان بزي هاي تعرف يا بجاكسون؟ توب شوكولاتة توب. ياه بصوا بقى، انا الوصفة دي انا هخترع فيها. يعني هي احيانا بتعمل اما بالبسكوت بس او بالكيك بس، انا هعملها الاتنين ميكس مع بعض، وكمان هحط موزاية، فان شاء الله تطلع حلوه. مش عارفه ليه عايزه اخترع الاختراع ده تقولي ليش ليه. وحبه ممكن نسقسق بحبه لبن لو عوزت. مش عايزه احط زبده، في ناس احيانا بتحط زبده مع البسكوت، بس انا لا، يعني اعتقد الموزه هتبقى كافيه ان تخليهم ان هم كده يتماسكوا ويتربطوا مع بعض. فاول حاجه ههرس بقى الموزه، صح؟ الو ما سلفوني بعد كده ولا بسلف عنده ولا بالليل. الو هادي يا بجلزار، برافو. الفترة يشتغل برافو زار. Tamam. Bence bu kadar. Tamam mı? Yeter. Anlaştık mı? Şimdi hep beraber karıştıracağız. Mix'i bقى Süt dökmedin. bakacağız süt ihtiyacı olacak mı? إلا olacak. أعتقد لازم هتحتاج Ben حبة yapacağım. لبن. هنسقسق كده حبة لبن بسيطة. اختراع يا كوتش. Güzel. تمام يواش. بس كده. وهنخلط بقى ده كله كده مع بعض. بصوا دلوقتي خلطناها كله. انا عملت كيس الكيكه والبسكوت كله، وبصوا كورتها اتكورت اهي. وبفكر بقى ان انا اغلفها بشوكولاته، فهعمل شوكولاته في حمام بخار، وديت الحاجه اللي هزينها بيها. وانا ما عنديش اللي هو بتاع البسكوت، عارفين الورق ده بتاع الكب كيك هتبقى كبيره، فممكن احط 2، يعني كل 2 مع بعض على حسب ما اشوف. ودوت العيدان الخشب ديت انا عندي طويله، فخلي فولكان دلوقتي يكسرها لي اصغر، ويعني دي واحده مكسوره، عايزاها كمان اصغر وبس. ونشوف بقى الشكل النهائي وتقولي ايه رايكم. Onlar kız işi, biz erkeğiz. واو oldu güzel. Oldu mu? Ben de süslemeleri yapacağım. Oldu. Bu şekilde oldu. Ben batırabileceğim. Hemen soğumadan böyle. Wow. Ben
انا عقبال ما عملت كرات الشوكولاته بصوا العجينه ما شاء الله خبرت ازاي، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا اوه المهم تعالوا بقى اقول لكم هنشكل العجينه بتاعتنا ازاي. Sandviç yapıyorum Gülizar. Ben de yapacağım. Yok. O hamur zor bir hamur. Çok yumuşak oldu. بص الكور اللي انا كورتها بقى بتاعت العجينه بفردها كده على قد ما اقدر وادهنها. Hamur. Ne gene hamur anne? هقعد مدهش همور. وبصوا زي ما انتم شايفين كده نصين. Burada da baba. وبصوا كده بالشكل ده برضو حطيت زيت واتنيها، وزي ما انتم شايفين فيها جيوب، هي دي اللي هنحشو فيها الحشو بتاعنا. هوريكم شكلها في الاخر. بس فخلص الكميه بتاعتي كده كلها. بصوا ده شكل العجينه او شكل الساندوتش بتاعي على هيئه مثلث كده. طبعا بقى ايه عشان الوش يبقى كده ذهبي وحلو هحط صفار بيض على الوش وهزين بحبه البركه. وطبعا الفرن دلوقتي عندي مشغلاه يسخن. انا دايما المخبوزات كلها بسويها على 180 وبشغل فوق وتحت. بعد ما المعجنات بقى عندي استوت وسبتها تبرد خالص زي ما انتم شايفين بقى، كنت فتحتها كده بايدي جيوب يعني زي ما انتم شايفين. بقى نحط بقى الحشو اللي انتوا عايزينه. قلت كده احط خس وجبن، ده جبنه كشكوان، احط لانشون، طماطم، خيار، زي ما انتم شايفين بتبقى شكلها حلوة قوي ومشبع جميل يعني. حتى ممكن تعملوه في اللانش بوكس في المناسبات اللي زي كده، لو طالعين يوم تعملوا بيكنيك حلو بصراحة يعني. عجينة كده طرية قوي، فمن الوصفات اللذيذة. بس وقررت كمان بقى ان انا الوصفة التانية من المعجنات اعملها ميني بيتزا علشان تكون برضو ايه حاجة مختلفة، والعيد ميلاد هيكون فيه اطفال فاكيد هيحبوا البيتزا يعني. بس ده كده كان بالنسبة للوصفات اللي عملناها يوم العيد ميلاد الصبح. دلوقتي بقى جينا لأهم فقرة في الموضوع وهي فقرة الزينة. تا 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 تا. بصوا نعمل دي دلوقتي. بس ما دي يلعبوا كده فيها. لا بدنا نجيب واحد غير هذا الحبل. بصوا لقينا ان الحبل ده قصير مش هياخد الكلمة كلها، وهم عاملين الكلمة على سطرين بس شكلها حلو. إلسا برضو البيت راح لما نجي يدمر. ربنا يستر. المهم هننفخ بلالين، نفخنا بلالين ودي هنحطها كده. المهم يعني في مرحلة الزينة نخلص ونفرجكم بقى. دلوقتي نقدر نقول لكم اهلا بكم في عيد ميلادنا. تا 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 تا. بصوا بقى الزينة والبلالين عملناها ازاي. هي سمر بصراحة يعني تسلم ايديها، هي فكرتها. وعلقتهم كده فوق. وبصوا في كده إلسا حتى سمر هي اللي جابتها لها. وسفرتنا حضرناها كده. طبعا لسه جيراني مجوش فالتورته وصلت برضو ما شاء الله اللهم بارك هتشوفوها. بس مبدئيا كده دي سفرتنا، ورق العنب، ميني بيتزا، وده سلطة مكرونة، ودي ساندويتش بوتشا، الكيكة بالشوكولاتة كده. بس يعني قلت كده اوريكم، وبعد كده اوريكم بقى لما جيراني وضيوفي يجوا.
İyi ki doğdun Gülizar. Ay. Bunlar hepsi benim. Evet. Şurada Davut'unki var bir de. Bu da Davut'un. Bu da Davud'un mu olsun? Sen Davud'a mı veriyorsun? Evet. çünkü- Bak Davud ablasına. Ben çünkü oyuncakları sevmiyorum. Ama Davud çok seviyor değil mi? Evet. Başka ne geldi sana? Aa güzel bir. İçinde mi? Öncesi eğitimmiş o yüzden. Wow, aç. Aç bakalım. Evet, çok güzel şeyler görünüyor. Evet, aç. Burada yeşil şeyler. Bu da kıyafet. Ama ne kıyafet? Bak Ben aç. burada kısa koldum. Yeni Bu kol. da kısa kol, kinik kol. Evet. Unicorn. Başka hediyem var Aç. mı? Aç. Tek mi kaldı? Bu da var. Yanıyor. Çocuktan hediyelerini açıyorum. Açıldı, açıldı bak. Açık. Aç. Burada da çok güzel bir çanta. Unicorn. Wow. Evet. Bunu okulla gideceğim. Beğendin mi? Evet. Çok güzel. Şemsiye mi oyuncağı? Oo, puzzle. Puzzle mı? Evet. Yani yapboz. Buz. Ha, buz Açayım. mu diyorsunuz? Yapboz diyor. Aa. Çünkü öyle. Tamam bu bak. Başka zaman beraber masa üstüne beraber yapalım, tamam mı? Şimdi. Şimdi olmuyor. Ama parçaları kaybolursa olmaz. Sonra Masada yaparsın. oynarız. Masada oynarız. Hediyelerimi çok sevdim. Teşekkür ederim.